السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فيديو اليوم غيكون كيش بدون زبدة ولا بيض، كيجي مقرمش، كيجي هشيش بزاف بزاف. وكذلك واحد الكيك اللي غنصاوبو بفلو كيجي بواحد الطريقة مختلفة وكيجي أكثر من رائع. وما نساوليش دائما واحد اللايك راه كتنساوه. ونبداو على بركة الله بالطريقة. هنايا كناخد واحد 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، ما يعادل 300 غرام ديال الدقيق. وكنضيف واحد الكاس الا ربع ديال الزيت اللي هو 100 غرام ديال الزيت. وكنضيف معلقه ديال الملح، عفوا معلقه ديال السكر ورشيشه ديال الملح. الماء هكا اكثر من نصف ديال الكاس تقريبا، هكا واحد 60 غرام ولا 60 مليلتر. كنجمع في الاول الطحين مع الزيت غير كنرملو، ومن بعد كنبدا كنضيف ديك الماء اللي عندي غير شي شويه بشويه. العجين ما ندلكوهش باش ما يدقص ليناش هذا العجين. وكنكوه باي نكهه بغينا، نديرو البودره ديال البصل ديال الثوم ديال، نديرو الربيع يابس. كيبقى اختيار. انا هنا درت الخشخش، الحبوب ديال الخشخش وصافي. وكنجمع العجين ديالي مباشره، كنسرحو بالاستعانه ديال الدقيق. وكنجيب هذا المول، هذا المول الكبير، وكن كندهنوه وكنرشوه بالدقيق. وكنجيب هاد العجين نبدا كنضغط في الوسط وانا كنمشي حتى ندي للجناب، ونبدا كنضغط عليه باش ما كيجونيش الجناب هكا غلط بزاف، يعني نحاول نقادو. الجوانب يعني نحاول انني نقدهم مزيان مزيان باش كيجيني مقاد. هكا ندير له هكا ثقوب بالفرشاط، كنديرو في الفرن على نار مهيله باش كيطيب غير نص طيبه. ندوزو للحشوه. سبق لي شحرت بصيله مع واحد جزره وربعه ديال الكفته. غير نص ربعه ديال الكفته شحرتهم مزيان مزيان مع مليحه وابزار، شويه ديال الخرقوم. هنا بالنسبه للخليط كنضيفو، نديرو 3 ديال البيضات مع واحد الياغورت، ولا نديرو الا كانت كريمه نديرو كريمه، ولا شويه ديال الحليب. عاد الحليب ما خصناش نكثرو بزاف. المهم انا درت دانون مسوس مع شويه ديال المليحه، شويه الابزار، شويه ديال الزعتر، واحد نص معلقه ديال الخميره، ومعلقه كبيره ديال النشا. وخلط هاد العناصر مزيان مزيان. و3 ديال الفرماجات حتى هما، ضفت 3 ديال الفرماجات. وكنضيف هاد الحشوه لهاد الخليط، وكنخلط هاد العناصر مزيان مزيان. ومن بعد ما طاب ليا هذاك الكيش كنخرجو. راني ضفت شويه ديال الفرماج محكوك، كيضيف واحد التعليكه لهاد الحشوه. كما كتشوفوا راه طيبتها غير نص طيبه، ولكن من الاحسن كنزيدو نهبطوها لتحت وتحمر لينا من الداخل مزيان، وعاد نديروا لها الحشوه. هنايا بنفس العجين راني درت هادو صغار كيجيو رائعين حتى هما. كما كتشوفوا الاحسن دائما نحمروهم من الداخل اكثر ما كنحمروهم من برا. ودرت لهم نفس الحشوه. عاد زدت فيهم الحشوه، زدت فيها الفلافل مشحره، وبقات لي الحشوه ضايعه ودرتها هكا في هاد الدنجل كما كتشوفوا معايا. حتى هو كيجي رائع. عاد ديك الوسطاني ديال الدنجل شحرته مع شويه ديال الثومه، وضفتو مع هذيك مع نفس الخليط ودرتهم. كيجي رائع بزاف. هنا ندوزو للكيك. درت 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر. كنخلط العناصر مزيان مزيان، وكنضيفو واحد الفاني. انا ما كانش عندي فاني، درت قشور ديال الحامض. ومن بعد غنضيف كاس ديال الزيت، يعني كاس الا ربع ديال الزيت، وكاس ديال الحليب عامر. ملي كنخلط العناصر كنضيف واحد المعلقه ديال الشوكولاته ديال الدهن، وكذلك كنضيف واحد معلقه غير معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. وكنخلط هاد العناصر مزيان حتى كينسجموا ليا. وكنبدا كنضيف الدقيق. كنضيف 3 ديال الكيسان،
وواحد معلقة ديال النشا وجوج خمارات، وكنخلط العناصر مزيان مزيان. كما كيبان لكم هاد الكيك راه ولدي اللي طلبه مني، حيت كتعجبو هاد النوع ديال الكيك، وجالس يعني كيشوف الطريقة ديالها وكيحسب له أنها دغيا كتوجد. هنايا من بعد ما خلطت العناصر مزيان مزيان ضفت واحد المعلقة ديال الحامض. صافي كما كتشوفوا معايا الخليط راه ماشي يعني ثقيل باش كتجينا هاد الكيك هشيشه بزاف. صافي وكنجيب المول ديالي كندهنو بالزبده وكنرشو بالدقيق وكندخل هاد الكيك لنار تكون مهيله. ولكن قبل انا ما ندخلها غنضيف لها شي شويه ديال الحبات ديال الكركاع اللي درتهم في شويه ديال الدقيق. ولدي ما غيتفرغش عن هاد الكيك حتى حتى توجد مره يجي يطل. هنايا من بعد ما الكيش هذيك الحشوه تماسكت لان فيها دانون مع يعني مع ديك مع البيض مع داك يعني هذيك الحشوه بحال كتماسك. ملي كنشوفها هكا تماسكت مزيان كنخرجها كندير لها هكا شويه كنرشو هكا بشويه ديال الجبن محكوك كنردو عاوتاني شي شويه كنصهدو شي شويه هكا لتحت وكنخرج. هذا عاوتاني نفس الكيش يعني كما قلت لكم راني يعني حيت الفيديو غيجينا طويل يعني نفس المكونات نفس الطريقه ما احتاجش انني يعني نصورو. صافي الكيك ديالي كندخل على نار مهيله. ملي كتوجد ليا كطيب كنجيب نحضر الفلو اللي غيكون فيه جوج معالق ديال النشا، معلقه ديال السكر، واحد الفاني وفلو ديال الفاني اللي فيه السكر. انا ضفت واحد المعلقه ديال السكر ورغم ان الفلو فيه السكر يعني ضفت واحد المعلقه. وإلا كان فلو بدون سكر يعني ضروري اننا نضيفوه هكا شويه ديال السكر، جوج معالق ولا 3 ديال المعالق. كنضيف نص لتر ديال الحليب وكنخلي الفلو كيطيب على نار يعني مهيله بحال ما كنطيبو فلو تماما، ولكن ماشي غنخليوه حتى يقصح لان فيه النشا. غير كنشوفو كيدير هكا ديك البوقات بحال هكا صافي. كنطفيلو كما كتشوفوا معايا. كنجيب عاوتاني شي شويه ديال الشوكولاط هكا فواحد فهاد الزلافه كنضيف لها شي شويه من ديك الخليط من بعد ما طاب ليا. والمول راه شفتوني راني دهنتو بشي شويه ديال الزيت باش ما كيلتصق ليناش هذا الخليط. كنجي هذا الخليط هذا اللي شفتو معايا بالشوكولاط كنديرو في واحد البوش وكنجي لهذا المول كنبدا كدير واحد الخطوط عشوائيه في هذا المول هذا وكنخليه هكا كيف. ومن الاحسن هذا المول نديروه في المجمد باش دغيا غيجمد لينا بالزربه ديك هذاك الخليط اللي درنا اسود. من بعد غنضيفو هذا الخليط كما كتشوفوا معايا يعني هنا في هذه المرحله هذه يعني خصنا نزربو بزاف لان هذا الخليط راه كيجمد بواحد السرعه ولا جمد لينا راه ما غنجحش معنا الوصفه. هنايا كما شفتوني راني ضفت هذا الخليط ونجيب هذا الكيك ونديرو في الوسط وكنضغط على هذا الكيك حتى كيطلع كما تشوفوا معايا كيطلع هذاك الخليط مع الجناب ديال الكيك. وبقى لي شي شويه ديال هذاك الخليط اللي فيه الشوكولاط وتقبت هذا الكيك. انا لقيت حدايا هذاك ديال الخلاط درت بها يعني كنديروا شي كيغدو ولا شي حاجه وكنعمرو هذاك الشوكولاط درتو في الوسط يعني باش ما يبقاش ضايع ليا ودرتو في الوسط هذا الكيك. وانا خليت شي شويه من ديك الخليط كما شفتوا معايا خليت واحد غير هكا شي شويه ماشي بزاف ونديروه في الاخير هكا كندهن كما تشوفوا معايا راه دغيا قصح هذا الخليط يعني خصنا نزربوه بواحد السرعه. صافي كندخل هذا الكيك للثلاجه باش كتمسك ليا هكا اكثر من 2 ديال السوايع في الثلاجه من التحت حتى كتمسك ليا مزيان مزيان. نشوفوا معايا هذه من بعد ما خرجتها من الفرن زينتها بقطع ديال الحمض راه الصراحه كتجي رائعه. هاد الحشوه كتجي حتى هي زوينه بزاف. ممكن الكفته نعوضوها بالدجاج
هذا الكيش كما تشوفوا معايا حتى هو. صراحة العجينة د هاد الكيش هذا راه كتجي رائعة بلا زبدة بلا بيض، وكيجي مقرمش وكيجي كأننا صاوبناه بالعجينة ديال الصابلي، كيجي رائع بزاف. بالنسبة للكيك، هذا هو الكيك بعد ما برد. أنا الصراحة راه ما خليتوش يبرد بزاف، ما خليتوش بزاف يعني زربت عليه لأنني كنت كنصور وزربت عليه، ما عطيتوش حقه في المدة حتى حتى كتماسك ليا هذيك الكريمة. لصق ليا هكا شي شوية في الجناب ودرت عليهم، درت ديك الجناب راه غطيت العيوب هذا بالشكلة ديال الفيرميسيل، وتا هذاك المول عندي شوية كيلصق. وصافي حتى هاديك التزيين راه عطا واحد المنظر زوين كما كتشوفوا معايا. هاد الكيك بفلو يعني بطريقة اللي صراحة كتجي رائعة بزاف بزاف. الكيك كيجي هشيش بالنسبة لهاد الفلو مع كريمة، يعني راه ديك النشا كتزيد هذاك الفلو كيكون متماسك، يعني ما كيجيش هكا ماشي متماسك. ايوا هذا هو فيديو اليوم، نتمنى فيديو اليوم نال اعجابكم. السلام عليكم، الى وصفة اخرى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.